بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، صباحكم فل وصباحكم قشطه وصباحكم معطر بذكر الله. يلا يا حبايبي كده نخش نشوف المشتريات بتاعتنا. قلنا النهارده صلينا الفجر كده وتوكلنا على الله وجبنا الحاجه بتاعتنا كده حلوه يعني ايه، كل ما نقوم بدري كده نجيب الحاجه كده تكون رايقه وحلوه وبنفس السعر برضو اللي الناس بتقوم ايه الظهر ويروحوا يجيبوها. فالحاجه بتبقى بدري حلوه وتفضل طازه معانا لاخر الاسبوع، وبعد الاسبوع كمان بتفضل طازه كده وفريش في قلب التلاجة. صلى على الرسول وما ننساش نحط اللايك، ويلا نشوف هنعمل ايه. ما شاء الله تبارك الرحمن. معانا كيلو فلفل على شطه كده ب 10 جنيه. اسعار الفلفل بقى ايه على موحده كده، كيلو فلفل على شطه كده ب 10 جنيه. ونبدا بقى ايه، الطماطم النهارده شايفه لها يوم، خلي بالكم يعني الطماطم النهارده شايفه لها يوم. انا جايبه الطماطم ديت وش القفص كده، وش القفص الكيلو ونص ب 10 جنيه. وش القفص يعني فاهم الشرخ كمان، بس هنمسكها بقى ايه ننضفها كده ونظبطها. هي ما فيهاش اي حاجه، بس هي وش القفص جايباها كده الكيلو ونص ب 10 جنيه. ما شاء الله كده. دي ايه طماطم كده هننضفها كده ونحطها في الثلاجه. هنسمي الله كده. طبعا جايبين مانجا ب 25 جنيه. بقول لكم الحاجه استفتاح كده بتبقى حلوه ولسه طازه كده وحاجه عسل كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. دول 2 كيلو، مش جايبين 3 كيلو ولا حاجه، جايبين 2 كيلو ب 50 جنيه. لان الاسعار بصراحه عدد ما عادش حاجه اقل من 30 ومن 25 كده يعني. جبنا برضو 2 كيلو عنب بناتي طازه برضو ما شاء الله اهوت وفريش حلو ب 50 جنيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. حلو ما شاء الله عسل اهو. انا احب الحاجه الطازه وبموت في الحاجه الطازه، خلي بالكم يعني. ما شاء الله. دي برضو 2 كيلو. جبنا بقى كيلوتين عشان برضو التفاح ب 30 جنيه، الكمثرى ب 30 جنيه. يعني ما فيش حاجه اقل من 30 جنيه. التين برضو ب 30 جنيه. دي جاي اخر حاجه ب 30 جنيه. لو كنت هفرج عليكم لا اله الا الله. ما كنتش كنت هفرج عليكم لا اله الا الله. لا والله لا كده. عشان خاطر ايه؟ عشان انت جبت المره اللي فاتت وانا مش كلت منه. طب سمعتوا؟ اللهم صل على النبي. برنجان بقى فلاحي رومي كده برضك ما شاء الله تبارك الرحمن. رومي لسه طازه برضك اهوت فلاحي حاجه كده عسل ب 6 جنيه. هنقول بقى البرنجان ب 5 جنيه والكيلو ومش عارفه ايه. لا ما هو مش كل البرنجان ولا الحاجه منها كام نوع ونمر بقى ورا بعض كده يا حبايبي. فدايما الحاجه الطازه والحاجه الفلاحي بتبقى حلوه. دول 2 كيلو ونص ب 15 جنيه. اللهم صل على النبي. الطماطم بقى بتاعت السلطه 2 كيلو ب 25 جنيه. دول 2 كيلو ونص جبناهم ب 30 جنيه. فاحنا جبنا طماطم جامده وطماطم ديت للسلطه 2 كيلو اللهم صل على النبي. 2 كيلو ونص ب 30 جنيه. هي النهارده السوق كله يعني اللي نمره 1 اللي نمره 2 زي المسوسه بيع 2 كيلو ب 25 جنيه. ما فيش حد بيبيع كده يعني، الحلوه زي الوحشه. فالكل رامي شماعته على التاني. بس بسم الله ما شاء الله الطماطم زي التفاح، تفاح امريكاني كده. 2 كيلو ب 25 جنيه. جبنا ال 2 كيلو ونص ب 30 جنيه. دول اللهم صل على النبي كيلو الا ربع جزر ب 10 جنيه. ديت بطاطا برضو ما شاء الله. هي هنسويها برضو مع بعض بامر الله. اللهم صل على النبي. 2 كيلو وربع ب 15 جنيه. يعني الكيلو ونص ب 10 جنيه. يبقى ديت 2 كيلو وربع ب 15 جنيه. خيار بقى فلاحي برضو
الفراخ الفلاحي بتبقى طازه وجميله، وحتى في الطعم والاكل كده وبيبقى ريحتها حلوه. طبعا في خيار ب 15 جنيه وفي خيار ب 12 جنيه. انا بصراحه جبت منه ب 12 جنيه، مش هيخسر يعني، فكل واحد بيمشي على قده حبايبي. ودي حلو برده لان الولاد بياخدوا بقى وياكلوا كده، فبحب ان الخيار في على سلطه بتقطع لوحده كده، فدي ب 12 جنيه في ب 15 جنيه. انا ما بحبش الخيار اللي هي الرفيعه الاول بصراحه يعني. اللهم صل على النبي. دي فلفل الوان كده من فلفل الوان اصفر على احمر اهو، من سعر 25 جنيه. دي برضك اللهم صل على النبي، دول كيلو الا ربع ب 18 جنيه ونص، يعني اديتها ل 20 ادتني جنيه ونص. طبعا نص كيلو ليمون اصفر ده ب 10 جنيه. الليمون برضو في اخضر كده مثلا كيلو ونص ب 10، وفي ب 10. مش كل الليمون، في اللي في ميه بقى الكيلو ب 20 جنيه. جبت نص كيلو ب 10 جنيه. طبعا جبنا سمك، والسمك بقى راح عند اختي ان شاء الله هتشويه، لان راح مشوار السنبلاوين. والمشتريات بتاعتنا يا رب المشتريات بتاعتنا تعجبكم وتكون كده حاجه كده معلومه كده تستفادوا منها، ويا رب الفيديو يكون عجبكم كده وتستمتعوا بيه. ويلا نشوف بقى هنغسل هدوم وننشر كده. معايا دوره في الغساله وطلعت دوره وحطيت دوره على الحبل دي بالليل، بس النور قطع، والصبح بكمل بقى. احنا النهارده الخميس والساعه 8، فمعايا برضو بصل، بس زي ما انتم شايفين كده. جبت برضو البصل اللي هو بقشره كده ب 15 جنيه. جبت زي دي كده 3 كيلو من سعر 10 جنيه. فاحنا بنقول كل واحد يمشي على قده يا جماعه. انا جبت البصل ده وبحطه في الثلاجه، ما بجرالوش اي حاجه، بحطه زي الثلاجه بتحفظه زي اي نوع من الفاكهه واي نوع من الطماطم والحاجات دي والخضار. فبدل ما نجيب بقى من ابو 15، لا كل واحد عارف مصاريفه، وكل واحد عارف ماشي، فنمشي على قدنا ونمشي على قد حنا. بصراحه انا ما رحتش الاسبوع اللي فات، وعندنا السبت برضك ما رحتش، يعني مشيت برضك على قد لحد ما خلصت والدنيا تمام معايا. فيلا بقى نشوف نكمل الفيديو ونشوف يومنا ماشي ازاي، وما تنسوش تحطوا اللايك. بصوا يا حبايبي بقى، تعالوا بقى نغسل الطماطم بتاعتنا كده ونفرزها، عشان عشان يعني وش القفص كده مش هتتحمل ان هي تفضل كده في الثلاجه. فاحنا نمسكها نغسلها غسله حلوه او مرتين كده ولا حاجه، وبعد كده بتشوفوا ما شاء الله فور. لا مش هتعوزي يعني يا دوبك مفيش البوز بتاعها بس وخلاص على كده. نمسكها بقى نغسلها عشان نفرزها في الثلاجه ما تبصش مننا، عشان ما تخسرش، لان يعني الطماطم مش عارفه اسعارها شطه كده ليه، وربنا يسترها يا رب ويرفض دين. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله الطماطم تفاح امريكاني كده، حاجه كده عسل. فاحنا نجيب الحاجه اللي احنا مش هنهلك منها كتير ولا هنطلع منها كتير. هنسيبها كده اهي. عايزين بقى مثلا نعملها سلطه نسيبها زي ما هي كده، نسيبها زي ما هي برضو بنطلعها كده ونحطها على البوتاجاز، ما فيش فيها اي مشكله. حابين ان احنا نفرمها برضو ونسلطها، ما فيش اي حاجه. الطماطم مش مثلا عرضها رمليه ولا حاجه نخاف منها، لا ده بسم الله ما شاء الله الطماطم ملحمه معانا وزي العسل. ما شاء الله. خلاص بقى بقيت الكميه كده، وزي ما انتم شايفين كده هنعملها سلطه، هنسيبها زي ما هي كده زي ما انتم هنعمل فيها
بصوا يا حبايبي بقى كده عملت اهوت ما شاء الله. قطعت عبيت 4 اكياس اهمت دول هنفرزهم كده في الفريزر ما شاء الله تبارك الرحمن. طماطم حمراء وتحفه وجميل. ودول برضو كنا قطعتهم كده جامده منها كمان هحطهم برضو في التلاجة عشان لو عملنا بقى طبق باذنجان كده مسقعه او حاجه تبقى كل حاجه تحت ايدينا ما شاء الله تبارك الرحمن. وتعالوا بقى نشوف الهدوم بتاعتنا اللي احنا بنغسلها معانا كده. طلعت دوره من الغساله اهيت، وبرضك الغساله لسه فيها دوره برضك بتشطف تاني اهي. يعني كل ده واحنا واقفين في المطبخ كده بنشتغل واحنا واقفين في المطبخ. هطلع بقى انشر الدوره ديت ولما الدوره ديت تخلص. ماشي يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايبي انا كده خلصت الهدوم اهيت. زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصنا الطماطم كده وجينا على الهدوم كده نشرناها وخلصناها.